المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. صيغ الفعل. يمكن أن تشتق أفعال جديدة عن طريق السوابق واللواحق، وكذلك عن طريق الأفعال المركبة. ويمكن أن نميز الحالات المعاني التالية للفعل: الصريحة، والنية، والرغبة، والرجاء أو التمني. 1. صيغة الفعل للتعبير عن النية والرجاء. ونصصاصر، وتتألف من قسمين: 1. الصيغة عادة موجهة إلى حالة المخاطب، سكوال، كوال، كوه، وهي صيغة الرجاء، ونحصل عليها باستخدام اللاحقتين ث، با. 2. استخدام السابقة ر، مثال: فليذهب ورق أحدهم، أو يستعطف أو يرجو برفق كي يقوم شخص آخر بالذهاب. صيغة النية أو التمني. صيغة الرجاء: سرت، أنوي أن أكتب، فلأكتب. يج، اقرأ. يجبا، رجاء اقرأ. ورت، فليكتب. تخ، اكتب. تخبا، رجاء اكتب. ترتخ، ننوي أن نكتب، فلنكتب. جوج، العب. جوبا، رجاء العب. صرتخ، فلتكتبوا. ص، اعمل. صبا، رجاء اعمل. ورتخخ، فليكتبوا. د، خط، يخيط. دبا، رجاء خط. يرتخ، فليكتبه. كوه، اذهب. كوبا، رجاء اذهب. كزيادة في طلب الرجاء، أحيانا تستخدم كلمات مرافقة لصيغ الترجي تعطي معنى التشديد في الطلب، ترقيق في العبارة، مثل شو. الرجاء: دعني أراك ولو لمرة. شو زموز سغثغبا. رجاء: تعال مرة إلى هنا. نوع متقدم من الاستعطاف، وذلك بإضافة مرة زقا مو. رجاء انظر إلى هنا. قابلث، قلها رجاء. قاول، رجاء انظر إلى هاتين الشجرتين. متشيط ترزو يابسس. رجاء تفحص وجه هذا الطفل. مجلتسكو منقو جابسس. رجاء تعال إلى هنا. قاقوبا مو. بالإضافة إلى اللاحقتين با، ث، يمكن استخدام اللاحقة جو كصيغة رجاء، وهي أقل درجة من السابقتين، وهي صيغة رجاء لفترات زمنية محددة. رجاء اجلس هنا. موقت السق. رجاء قف لحظة. وتسق. رجاء لا تتكلموا. شقمقشاء. صديقي سيعود، رجاء لا تنصرفوا. سيغسقك وجيشت. شزبقرمج إجيب. ويمكن أن تتصل السابقة واللاحقة معا مع الفعل، مثلا فليذهب ورقبا. لاحظ أنه يمكن استخدام كلمة مرة في الجمل السابقة، وهي تفيد في زيادة الطلب الرجاء، ولا يهم موقعها في الجملة ومعناها لحظة. 2. الصيغة الصريحة. قزء ترصاصر هو الفعل الذي يعبر عن حالته في جميع الأزمنة: الحاضر، الماضي، المستقبل، بدون اللواصق، سابقة أو لاحقة. ماتخ، يكتب. نظر، يبلغ. سيطير، ببشت. 3. الصيغة العطفية. زلت غصاصر. صيغة هذا الفعل
معطوفة أو مرتبطة مع فكرة أخرى في الجملة، وتتم صياغته تحديده بإضافة لاحقة ما. أمثلة على ذلك: إذا ذهب وما، إذا نظر إليه يبسم، إذا كتب اتخم. معنى هذا الفعل لا يتم إلا إذا كان مرتبطا أو معطوفا على الفكرة الرئيسية، وهذه الصيغة من الأفعال يتم تصريفها حسب الأزمنة والضمائر الشخصية. 1. حسب الضمائر. مثال للفعل يذهب ويعطي معنى لو أو إذا: سسكوما، تتكوما، ووكوما، سسكوما، هاركوما، آخركوخما. 2. حسب الزمن. الفعل الزمن: كوما لو يذهب مضارع، كواغما لو ذهب ماضي بسيط، كواغما لو كان قد ذهب ماضي تام، كوشتما لو يذهب مستقبل بسيط، كوشتغما لو كان يذهب المستقبل في الماضي، كوشتغاغما لو كان ذاهبا المستقبل في الماضي التام، فترة معينة في المستقبل.